النهاردة موضوعنا مهم جدا. هل لاحظتي في مرة انك بتطلبي من ولادك انهم يوصلوا للكمال والمثالية؟ هل فكرتي ده بيأثر عليهم ازاي؟ تعالوا نسمع الأطفال ونشوف رأيهم ايه في الموضوع ده. ازيكم يا اصحابي، عاملين ايه؟ النهارده في فيديو جديد في بودكاست على قد علينا. العنوان هو لما الأسرة تطلب من الطفل إن هو يكون مثالي في كل شيء. ماما وبابا بيطلبوا منكم تعملوا كل حاجة صح. في مره في سنه رابعه في حاجات، يعني اول سنه رابعه كنت شاطر فيها، فايه امي وابويا كانوا بيقولوا لنا ازاي وانا عايزه اكتب كله صح، بس ايه بحته فخر. يعني مثلا انا منها اتشجعت ان انا اعمل كده، بس برضو كان مضغوط عليا جدا. زي مثلا انا بروح مدرستي، بس ربنا طبعا صالحني على كل ده، يعني جبت درجه حلوه الحمد لله. يعني كنت بروح المدرسه، باجي من المدرسه على الدرس، باجي على الدرس باكل وبعمل واجبات، بخش انام. ده بقى 5 حاجات دي بعملها كل يوم، غير طبعا بقى النشاطات الأساسية اللي بعملها في الأيام بقى. يعني والحمد لله ربنا كرمني على هذا. طب ازاي انت ما كنتش حاسس بالتعب، برغم ان انت بتقول بتعمل 5 حاجات غير باقي الدروس، غير باقي الدروس الانجليش وباقي الدروس التانية؟ انت يعني كان ساعتها حياتك صعبة ولا ايه؟ قلت لك انا باخد في كل مادة أساسية اولا، ده ثانيا كان في تعب وكده وارهاق كمان، وكنتش بقدر وكده، لكن ربنا عوضني الحمد لله. وانت يا يوسف؟ انا برضو حصل معايا الموقف ده في سنة اولى، وكان اصعب منه. كنت بروح الدرس، برجع من المدرسة على الدرس، ومن الدرس على البيت بذاكر وباكل بعدها. كنت ساعات بروح درسين في نفس اليوم، باكل اروح الدرس التاني وارجع انام. انت كنت مرتاح ولا حاسس الحاجات كلها صعبة عليك؟ بص، هو من ناحية كانت ساعات وساعات، بس والله يعني كان الحوار جامد قوي، بس عدت الحمد لله. طب وانت يا احمد، ما فيش مرة كنت بتخرج بالالوان من بره الرسمة وكانوا بيزعقوا لك ويقولوا لك لازم تدخلها جوه الرسمة؟ ده كان بيحصل معايا. الالوان بتخرج بره وبعدها تمسحها تاني. بيطلبوا منكم تعملوا كل حاجة صح غير الدراسة. في البيت انا كان بيقول لنا قول حاضر، ما تقولش لا. لما باجي اعرف السبب ليه، تقول لي هي كده مزاجنا كده، او انا برضو بعرف اعمل السبب، فحاجه تضايق. وكمان اصلا يعني مثلا ينفع انزل الشارع؟ لا. ليه يا ماما مثلا؟ لا كده خلاص مزاجي. عندك اعتراض؟ عايزة اقول ماشي طبعا. وانا برضو يعني ساعات بيحصل معايا الموقف ده، بيقولوا لي مجرد ما الكلمة تتقال خلاص نفذها، ما تقعدش بقى تقول طب ليه، اشمعنى، طب ينفع ما اعملهاش، وحاجات زي كده. في سلوكياتنا الهدوم، ينفع الهدوم ما تبقاش مكرمشة؟ رايك في الموضوع ده يا ياسر؟ مثلا يا يوسف، كلنا بنتحط في الضغط ده. مثلا لازم نرتب الهدوم كويس قوي، نعمل السير كويس قوي، نقول حاضر، ما نقولش لا. ومثلا نرتب السرير كويس قوي، نغسل السنان قبل ما ننام. كمان اصلا لما اجي اقول له طب ليه ارتب السرير، بيقول لي
عشان مثلا لما تيجي تنام عليه تاني كده، بس بيتحط في ضغط قوي. احمد، دي مثلا حد قالك قبل كده اللي هي مثلا حسن خطك كويس قوي، رتب هدومك كويس قوي، مثلا اعمل سريرك كويس قوي كده، حد قالك كده؟ ايوه، حد قال لي كده. يعني مثلا في ايه في الحاجات اللي انا قلتها دي؟ في حد بيقول لي لازم حضرتك حلو جدا، وغلطت في حاجة همسحها وأوعدها. بتحسوا بايه لما يكونوا عايزيننا نعمل كل حاجة صح؟ في كذا شعور، بس يعني الأقرب يعني ميكس، يعني غضب مع مثلا ان هو برضه عايزين مصلحتنا، فغضب مع فرح يعني عشان هم عايزين مصلحتنا، مع برضه ان احنا نرتب نكون مهتمين. ما اعرفش شأن ايه، لكن انا مثلا انا مثلا مش ماسك في كل حاجه، ماسك بس ليه اعمل كذا. بيقولوا لي كده، بس برضه مش فاهم. وانت يا احمد بتحس بايه؟ بحس ان كل حاجة متبقاش صح أوي يعني. انت يا يوسف بتحس بإيه؟ بحس بالحزن وساعات بحس بالسعادة، زي ان انت ضارب 3 في 1. بتحس بالحزن، بتحس بالسعادة، بتحس بالغضب، بتحس طب انا لازم اعمل الحاجة دي ليه؟ انت يعني انا هقرر هعمل حاجة بسبب ليه؟ يقولك احنا عايزين كده، او عشان الناس تقول عليك حلو. بحس بضغط كبير، فمش ببقى قادر ان انا اعمل الحاجة دي، بس بيقولوا لي اعملها عشان لازم اللي انا اسمع كلامهم. انا عندي سؤال، انتوا لو انتوا الحوار ده ما حصلش معاكوا، ايه رد فعلكم؟ رد فعلي يعني لو ما حصلش معايا زي الكلام اللي انت بتقوله ده، يعني مثلا ما قصدك يعني اني ما حدش يعمل لي حاجات، ما بضغطش كتير. قصدي اللي انت ما تعمل، لو هما ما عملوش معاك الحاجات دي ايه رد فعلك؟ ضغطتش كتير على الحاجات دي، ايه رد فعلك؟ ايه اللي انت هتفعله؟ هتبقى سعيد؟ هتبقى حزين؟ لا، انا هبقى سعيد جدا جدا قوي. هتحس بكده يعني هبقى في البيت مرتاح، ما وريش ضغط شغل، بقى قاعد مبسوط عادي يعني. طب وانت هتحس بايه يعني؟ انا بص، بالنسبه لي احس بالمرح، وكمان ابقى سعيد، بس هتبقى في حاجه واحده زعلانه جدا. انت الحاجه دي اتعلقت بيها تعملها وانت مضغوط بس متعلق بيها، زي المدرسه في ناس بتحب تغيب في ايام بس بتضطر تروح، فبتبقى انت حاسس كده بحاجه من جواك ان انت زعلان في حاجه. احنا عايزين نوجه رسالة للأمهات، بنوجه رسالة للأهالي ان مش لازم ابنكم يعمل كل حاجة صح 100%. ممكن حد يكون شاطر في حاجة قوي قوي، وحاجة نص نص، وحاجة مش شاطر فيها. احنا مش خارقين، احنا بشر وممكن نغلط. مفيش حد بيوصل للمثالية، نحس ان احنا مضغوطين فهنعمل حاجة احسن. احنا كمان في اوقات بنعمل الصح، في اوقات بنعمل غلط. احنا صحابي كنا في بودكاست على هد علينا، شاركوا في قناتنا. اللي سمعناه من الأبطال ده مهم جدا، إنك خايفة على مستقبل أطفالك، إنك عاوزة دايما يوصلوا لأفضل نتيجة. دي روابط حقيقية عند الأمهات، لكن مهم ما ننساش إن الضغط المستمر على الأطفال ده بيأذيهم. نمط التربية اللي فيه توقعات عالية أو فيه تحكم جامد قوي، أو اللي بنسميها المثالية الضارة، دي بتأثر على الطفل بشكل كبير جدا وسلبي. يعني بتعرضه من الآخر لمشاكل نفسية وسلوكية كتير جدا، منها القلق، منها الاكتئاب، منها مثلا عدم الرضا على النفس، تأنيب الضمير المستمر ان هو مش هيقدر يقدم احسن نتيجة مهما عمل. ده كله بيأثر عليه بشكل سلبي وعلى سلوكياته.
هيقلل ثقته بنفسه، وهيشوف دايما ان هو غير كافي، لانه مهما قدم فبيطلب منه اكتر من كده كمان. اللي بيحصل بعد كده، تخيلوا معايا كده المشهد ده. دلوقتي احنا اب وام بنضغط على اولادنا عشان عاوزينهم يعملوا كل حاجة صح عشان يوصلوا للمثالية او الكمال. لما هيكبروا ويكونوا اب وام هيكونوا عاملين ازاي؟ هيكونوا اب وام مضغوطين، هيكونوا اب وام بيحاولوا يوصلوا للمثالية، واللي بالمناسبة مش هنقدر نوصل لها ولا هم هيقدروا يوصلوا لها. بيحاولوا بشكل مستمر وضاغط جدا عليهم. مشاكلهم النفسية هتكون كتير وكبيرة جدا. هيبقوا دايما بيأجلوا كل حاجة عاوزين يعملوها، لان هم شايفين ان هم مش هيقدروا يعملوها بالشكل الصح قوي، وبالتالي هيخلفوا هيربوا أطفال بنفس الطريقة. عندهم مشاكل، عندهم مضغوطين، في حالة تأنيب ضمير مستمر، وما عندهمش ثقة في نفسهم. عملناه هنا ان احنا طلعنا أجيال هتطلع أجيال مضغوطين غير أسوياء. هم مش هيكونوا متقبلين نفسهم ولا اللي حواليهم اللي هم أبنائهم، لان هم دايما هيكونوا خايفين يغلطوا، مش هيتقبلوا بشريتهم، مش هيتقبلوا ان احنا ربنا خلقنا بشر بنغلط وبنرجع عن اخطائنا مرة تانية. طالبة بالمثالية من اطفالنا هيخلينا بدل ما نبني انسان قريب للسوية، فاحنا بنبني انسان مليان مشاكل نفسية، مليان ضغوطات. هيطلع اجيال برضو مليانة مشاكل نفسية ومليانة ضغوطات. هيطلع كمان جيل هش جدا، فاحنا كده بنضرهم بدل ما ننفعهم. انا عارفة ان مطالبتكم لاطفالكم انهم يكونوا مثاليين، النوايا بتاعتكم فيها بتكون نوايا طيبة، زي انكم خايفين عليهم من مستقبل مليان صراعات وتحدي ومنافسة. مثلا ان انتوا بتهتموا برأي الاهل والمحيط فيهم، وانكم عاوزين تطلعوهم بأحسن صورة ممكنة علشان خايفين الناس تحكم عليهم او تحكم على سلوكياتهم. او مثلا تفكري ان انت كده بتحميه لما تتحكمي في كل حاجة في حياته، في تصرفاته وسلوكياته. او برضو ان للأسف تكوني تربيتي بنفس الطريقة، وهو ان دايما كان مطالب منك ان انت تكوني مثالية او توصلي للمثالية، وبالتالي هتأثر فيكي انك بتربي ولادك على بنفس الطريقة. بالتالي هتطلعي بتربي ولادك بنفس الطريقة لو ما أدركتيش الموضوع ده بدري وحاولتي تصلحيه. أو الشائع بقى في مجتمعنا وهو ان في ولاد وبنات، والبنات يكون مطلوب منهم تصرفات معينة وزيادة وسلوكيات معينة وزيادة عن الولاد. كل الدوافع دي حلوة وطيبة، لكن التنفيذ يلزمه تعديل. أول حاجة، الأم لازم تعتذر لما تعرف أو تكتشف ان هي كانت بتضغط على اولادها اكتر من اللازم. مثلا عندك ابن وبتضغطي عليه يكون مثالي في كل حاجة او بيعمل كل حاجة صح. اول حاجة وابسط حاجة تعمليها انك هتروحي تعتذري له ببساطة جدا. هتقولي له مثلا: حبيبي انا اسفة، انا عارفة ان كنت بضغط عليك، لكن خليني اغير الطريقة ونحاول اكون معاك، ونحاول مع بعض ان احنا نصلح الموضوع ده او نتعلم مع بعض الحاجة دي عليها بدل ما ازعق. انا كنت خايفة على مستقبلك بس اتصرفت غلط، خلينا نشتغل مع بعض مثلا على السلوك ده ونصلحه مع بعض، خلينا مثلا نشتغل مع بعض على الحاجة دي ونشوف نعملها ازاي مع بعض، وهكذا. مهم جدا انك تسمعيه برضو. تقولي له في مواقف تانية ان انا عاوزة اسمعك. طبعا الموضوع ده مش هيبين انك ضعيفة، بالعكس الاعتذار هيخليك تكبري في عينه اكتر، وهيعلمه كمان ان لما نعتذر ده بيصلح علاقتنا ببعض، لان من كتر ما بنضغط عليهم وبنطالبهم بالمثالية ده اصلا بيبوظ علاقتنا بيهم. فبالتالي لما تعتذري وتكتشفي خطأك يعني هو هيحس انه، عارفة لما تكوني مخنوقة او اخيرا اتنفستي، ده بالظبط اللي هيحسه. طبعا مش هنكتفي بالاعتذار، احنا كمان هنبتدي ننفذ مع بعض، هنعمل خطة او هدف قابل للتحقيق مع بعض، وهنشتغل مع بعض عليه علشان نحققه. طبعا كل حاجة بتحتاج وقت، فاحنا لازم ندي لكل حاجة وقتها. كمان الطفل لما يحقق هدف حتى لو كان بسيط لازم تشجعيه عليه، ضروري جدا تشجعيه وتقولي له برافو، كمان تكافئيه علشان يحس ان هو لما بيقدم حاجة بتتشاف. زي مثلا لو في مادة معينة هو ضعيف فيها، حاولوا تشتغلوا مع بعض فيها. دايما حاولي تدوري على السبب
وتشتغلي على تصليح السبب بتاع المشكلة. لو في سلوك معين محتاج تعديل، فسهل جدا ان انت تشوفي فيديو لحد متخصص بيتكلم عن السلوك ده بالتحديد وتنفذي اللي بيقولك عليه. وطبعا لازم تعرفي ان كل حاجة برضو محتاجة وقت، فلازم نصبر عليها شوية. لو في تقدم احرزه الطفل ولو بسيط، احنا مهم جدا نكافئه عليه ونقول برافو وشاطر ونسقف ونشجعه ونوريه بالطريقة دي ان احنا شفناه، احنا شايفين التقدم اللي بيظهره. فطبعا ده هيديه ثقة بنفسه اكتر، وهيبتدي يحقق اكتر واكتر من نفسه وهو مبسوط وهو مضغوط. جزئية كمان، لما يوصلش للهدف بعد محاولة، مهم جدا انك تسقفي له، تقولي له برافو عليك، انا فخورة بيك علشان حاولت، وحاول مرة تانية وان شاء الله هتوصل. دايما احنا مهم نشجع الطفل على محاولاته. المهم عندنا هي المحاولات والسعي، النتيجة بتكون بعدين. يعني متخلوناش مركزين على النتيجة وتكون هي أهم حاجة، بالعكس احنا نركز على ان احنا بنحاول وبنسعى. طبعا مهم جدا نكون معاه في خطواته، مش ان احنا نحط هدف ونخليه هو بقى مع نفسه يشوف هيحقق الهدف ده ازاي او يتصرف ازاي فيه. لا طبعا احنا اكبر منهم، عندنا مهارات اكتر منهم، زي ان احنا مثلا ممكن ننظم وقتنا بشكل ما، فنعلمه الموضوع ده ازاي يعمله. نعمل جدول لتنظيم الحياة اليومية، خصوصا ان احنا عندنا انشطة مختلفة زي المذاكرة زي اللعب زي حاجات كتير جدا. مهم جدا ان احنا منسرقش من الطفل طفولته. الطفل هيفضل اساس حياته اللعب. لما الحاجات الجديدة تدخل وتتطفل عليه مفيش مشكلة، نعوده عليها واحدة واحدة، لكن ما ناخدش منه الاساس بتاعه. ما تنسوش كمان ان اللعب ليه فوائد، ايا كان اللعبة اللي بيلعبها فهي ليها فوائد وبتنمي مهارة معينة من مهاراته. نيجي بقى للجزء الصعب. طبعا احنا ككبار مش ملايكة، مش هننجح من اول مرة. فلما يحصل حاجة او موقف هتحس فيه انك هتزعقي او هتنفعلي، اقفي وتنفسي 10 ثواني. مش قصدي تقفي لو انتي قاعدة، يعني قصدي ان انتي قبل ما تردي او تعملي رد فعل، لا استني وتنفسي 10 ثواني الاول. او لو انتي في مكان، ادخلي مثلا اوضة او روحي مكان تاني دقيقة ورجعي لما تكوني هديتي شوية. او مثلا قولي انا محتاجة دقيقة علشان ما زعقش، او محتاجة دقيقة وبس، وتستني كده عشان تهدي. بعد كده احنا هنفكر كويس المشكلة دي حصلت ليه. تاني بنركز على السبب ونشوف هنقدر نصلح السبب ده ازاي. هل هو كان قاصد يعمل ده ولا مش قاصد؟ لو مش قاصد طبيعي هنشوف السبب ونعالجه مع بعض بالمناقشة. لو قاصد فاحنا برضو هندور على دوافعه انه تقصد يعمل الحاجة دي، لان السبب دايما بيكون مش ظاهر لينا وبيكون سبب مهم عنده. اللي هنعمله بعد كده بعد ما نكتشف السبب ان احنا هنشتغل مع بعض على اصلاحه. طبعا هنفهمه اللي حصل ده ممكن تبقى عواقبه ايه، وبعد كده نشتغل مع بعض على اصلاحه. الموضوع ده الكلام فيه كتير جدا، لكن هنكتفي بالقدر ده. وان شاء الله انتوا لما تسمعوا الحلقة اسمعوها تاني وتالت ورابع وطبقوا، وحاولوا تطبقوا اللي فيها كويس جدا. ولازم يكون معانا سلاح مهم جدا وهو الصبر، ونبقى عارفين انه كل حاجة بتحتاج وقتها. طبعا احنا لما قعدنا نضغط على اولادنا ده كان لفترة كبيرة، فما نعتقدش ان التغيير هيجي من فترة قليلة. لازم ندي كل حاجة وقتها ونكون صبورين. ما تنسوش ان احنا بنبني انسان في الاول وفي الاخر. ما تنسوش ان احنا نفسنا لما كان بيطلب مننا مثالية ما كناش بنعرف نوصل لها، وقد ايه كنا بنضغط. ما تنسوش ان المثالية بتهد الطفل مش بتبنيه. اقبلي اطفالك زي ما هما، اقبلوا ان الطفل بيغلط، بس المهم نصلح الغلط. ما تنسوش تبعتوا الفيديو ده لكل الامهات اللي تعرفوهم علشان يستفيدوا كمان، لان دي مشكلة شائعة جدا، واكيد زي ما شفنا هي بتؤدي لايه، فنتائجها خطيرة جدا. ما تنسوش تشتركوا في القناة علشان نكبر بيكو وتوصل لكل الناس. في قضايا كتير عند الاطفال عاوزين نعرفها، مهم ان احنا نعرفها ونعرف اسبابها وازاي نعالجها، عشان دايما نكون بنصلح علاقتنا باولادنا وعلاقتنا ببعض تتعمق اكتر واكتر. ابعتوا الفيديو لكل اللي تعرفوهم، اشتركوا في القناة، ابعتوا القناة لكل اللي تعرفوهم يشتركوا فيها، وقولوا لنا لو في موضوعات حابين ان احنا نناقشها والاطفال كمان تناقشها او تسمعوها منهم. ابعتوا لنا واكتبوا لنا واحنا في انتظاركم.
لو عايزين تفهمونا اسمعونا.